مرحبا قبلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد وروتين جديد، اتمنى انه يعجبكم. ده اول فطار يعتبر لي في الشقة، يعني انا يعني رجعت، وبعد كده رجعت تاني عند ماما لان مراد تعب مني، ف اضطريت ارجع وكده. فتقول ربنا يبارك لي فيه هو واخوه، وما اشوفش فيهم اي حاجة وحشة يا رب. المهم هنا بقى طبعا انا بختصر اكلات، بعمل اكلات سهله الفتره دي، فعملت فته. الاول عملت رز عادي، رز ابيض، وهنا بقى كنت بعمل الصلصه بتاعه الفته. حطيت عادي زبده وثوم، وبعد كده حطيت الخل، وبعدين حطيت الصلصه. هنا كنت بوريكم زينة رمضان. انا قبل ما اجي كانت بصراحه اختي جت جابت لي الحاجات دي. آه، فانا بقى كنت حبيت بصراحه ان انا اشارك معاكم، يعني شكل الزينه وكده، والحاجات اللي انا حطاها، اجواء يعني. ف ده كان قبل الفطار على طول. شايفين بقى الشكل بيبقى عامل ازاي. آه طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان خلاص يعني اخر ايام، فكل سنه وانتم طيبين، نعاد علينا يا رب بخير. ادعوا لاهلنا في غزه ان ربنا ينصرهم ويكون معاهم، ويجي عليهم العيد وهم منصورين، وما فيش اي حد يا رب يبقى لا زعلان ولا تعبان ولا اي حاجه. هنا بقى حطيت الفطار، حطيت بقى كنت عامله هي فته وشوربه، بس ما عملتش يعني حاجات غير كده. نيجي بقى لبعد الفطار، طبعا الشاي اساسي، الفقرة الأحب لقلبي. فعملت كده مج الشاي بتاعي. آه انا الفترة دي زي ما بقول لكم بختار اكلات تكون سريعة، لان طبعا انتوا عارفين الطفل في اول شهور بيبقى صعب وكده. ف يدوبك بس بلحق اخلص الحاجات اللي ورايا. يعني انا عايزه اقول لكم، يعني شوف كنت اعمل فتة وكده، بس كنت الطماطم كنت عاملاها يعتبر اول ما صحيت، و... والثوم، حتى الثوم كنت برضو هرساه ومقشراه كده، علشان اكون مجهزة يعني الحاجة اللي انا هعملها على طول. ف يعني بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني ارجع برضو لحياتي الطبيعية وروتين اليوم العادي، بس بيبقى غصب طبعا. فالمهم يعني هنا بقى دي كده كانت مواعين، كان في حاجات سايباها قبل ما امشي كانت مغسولة برضو كل حاجة، بس ما كانتش متشالة. وفي مواعين طبعا اللي هي بتاع الاكل العادي يعني اليومي وكده، فببتدي كده قلت ارجعها مكانها. ودلوقتي هنعمل شوية حاجات مع بعض برضو عشان يسهلوا عليا الدنيا، بحيث اني ما احسش بمجهود اكتر من المجهود اللي عندي يعني. ف هنا بقى ببتدي ارجع كل الحاجات دي مكانها. ما نزلتش فيديوهات بقى لفترة كبيرة جدا، لان فعلا الوقت بيبقى قصير قوي قوي قوي. آم، يعني بالنسبة طبعا اكيد للام معاها طفلين وكده، فالدنيا بتبقى متلخبطة، وكمان لو طفل كمان لسه حديث ولادة، فالدنيا بتبقى لسه يعني ما بيبقاش لسه برضه اتعودت قوي. وانا بالنسبة لي أنا كنت قاعدة الفترة اللي فاتت كمان بعد الولادة عند ماما، فهما برضه كانوا بيساعدوني، فالحمد لله يعني. آه انا بقى شلت الحاجات زي ما انتوا شفتوا، وقلت بقى همسح الرخامة برضو بالمرة، لان انا ما كانتش يعني ممسوحة، ومش عارفة يعني الجزء ده كمان كنت حاسة ان هو آه مش نضيف قوي، فقلت همسحه بقى بالمرة وانا واقفة يعني. عايزة اقولكم ان يعني الوقت ده انا بروح وباجي، يعني الفيديو ما بيكونش متواصل اصلا، وانا باخد لكم مقاطع صغيرة، بس هو اصلا الفيديو نفسه ما بيكونش متواصل، لان بيبقى طبعا صعب وكده ان انا اعمل كله في نفس الوقت. لا، الفيديو ده بيبقى على مرة واحدة. وانا اصلا ما بعملش كمان حاجات اللي هي يعني اللي هي فيها شيل وحط وكده، عشان طبعا العملية، فما بعملش غير هي حاجات يعني
حاجات بسيطة. انا اصلا الشقة بصراحة كنت مخلصاها، آه، يعني هي حاجات كانت فيها حاجات بسيطة، وكانت باقي بس يعني ان انا كنت ساعتها افرشها قبل ما اولد. بس انا الحمد لله ولدت طبعا بدري، ولدت في الثامن. فما في حاجة يعني ملحقتش بصراحة ان انا افرشها وكده. بس الحمد لله برضو كنت غاسلة السجاد، كنت عاملة الحاجات اللي هي الأساسية، البوتاجازات، الحاجات دي كلها كنت غسلاها. فالحمد لله انا كنت مخلصة بصراحة اللي هي الحاجات دي، عشان ما كنتش هحتل همها بعد كده ان انا اعملها. هنا بقى صحيت يعني غفلت بس والله، لقيت سليم عامل كده، جاب الرجات حرفيا يعني، هو عملها كلها على الحيطة، ورمى كل الحاجات اللي هتسرح على الارض وانا شلتها. هنا حاولت امسح ما مسحش، حطيت بقى بيكربونات وعليها مسحوق، اللي هو بريل عادي، وحطيتها على الحيطة، ونوعا ما يعني الحمد لله. بس يعني في حاجات كده فضلت بسيطة يعني. المهم هنا بقى نيجي على المطبخ تاني. هنا بقى كنت يعني كانت ماما جايبالي طماطم وكده، وكان جايبالي يعني حاجات لعصير، فقلت اطلعها واطلع الحاجات دي. يعني كان في حاجات يعني انا لما جيت كنت جايباها معايا، وجيت بقى لما رحت تاني رجعت تاني عند ماما، فقلت الحاجات دي بدل يعني الطماطم مثلا بدل ما تفضل في التلاجة اللي هي القديمة يعتبر، قلت خلاص بقى واقفة كده احاول اعملها، يعني اعملها صلصة. اوريكم دلوقتي يعني. آه فالمهم هنا كده فضيت الفراولة اول حاجة، عشان طبعا انتوا عارفين الفراولة لو فضلت في الكيس بتعجن وكده ومش بتكون حلوة خالص. واقول لكم دلوقتي برضه هعمل فيها ايه. وده كده الموز ده ربطته زي ما هو، لان ما شاء الله الناموس الناموس مش سايب البيت، مش عارفة اقولها. والنمل برضه بدأ يملى عندي الشقة، فلو حد يعرف حاجة يعني قوية تودي النملة وفي نفس الوقت ما تأذيش طبعا، عشان متأذيش يعني الأطفال وكده، فلو حد يعرف قولولي يعني. المهم هنا بقى جبت الطماطم بجمعها كده اللي انا هصلصلها. في الاخر حطيتهم في البلاستيكية دي، وقلت كده هغسلهم واشيل منهم طبعا الجزء الاخضر ده. زي ما انتوا شايفين هنا جيت كده على الحوض، بس ما حطيتهمش في الحوض على طول، لان هو كان محتاج بصراحة ان هو يتغسل كويس. فجبت كده البلاستيكية دي وابتديت اشيل ليها الحاجات الخضرا دي. بس واغسلها بقى كويس جدا، وبعد كده هجيب انا مش عاملاهم بالترتيب. انا جبت الفراولة برضو نضفتها، هوريكم برضو عملت فيها ايه. وحطيت هنا الطماطم في حلة على النار من غير مية ومن غير اي حاجة تنزل ميتها. والفلفل ده غسلته وقطعته وشلت منه اللي هو الجزء اللي بيكون جوه ده. وبعد كده الطماطم كانت استوت، ابتديت بقى ان انا اضربها في الخلاط زي ما انتوا شايفين. شايفين هي تقيلة اصلا ازاي؟ يعني انت لما تطلعي منها الكيس هي بتكون تقيلة جدا، انت كمان هتزوديها لما تيجي يعني تطلعي وتستخدمي. فالمهم سبتها تبرد، وبعد كده حطيتها في اكياس. عملت كده 3 كبار شوية وتلاتة يعني صغيرين، يعني وسط كده. والفلفل قطعته صغير، وبرضه حطيته في اكياس بدل ما يبوظ استخدمه في يعني بحطه في الفريزر. وهنا برضه الفراولة